رز بلبن كلاسيك خالص من غير اي اضافات، ولا صوص نوتيلا ولا صوص بيستاشيو ولا الحاجات الغريبه دي. هي بالكتير مكسرات، كنا بنحط عليه مكسرات، بس احنا هنقارن النهارده رز بلبن ساده ومعانا مكسرات، ممكن نبقى نزودها كده ايه نشوف. هنبتدي اول مواجهه معانا بلبن ضد الاصدقاء طبعا دي تقريبا مزرعه عامله سوبر ماركت، مجموعه متخصصه في منتجات الالبان وعندها سوبر ماركتات كتيره. وطبعا بلبن الشهير، ويلا هنشوف وندخل في المواجهه الاولى. عنده اول حاجه بلبن، بسم الله. جميل بلبن. دول اصدقاء طبعا جاي في علبة صغيرة نسبيا من بلبن. ندوق معلقة تانية. معلقة تالتة. الاتنين جامدين بصراحة، بس هندخل في التقييم على طول. أول حاجة الخدمة والباكجينج. أول حاجة عندنا الخدمة والباكجينج، كل واحد هياخد واحد، والباكجينج نفس الفكرة. نيجي للسعر. سعر بلبن ب25 كويس، ياخد 3. وسعر الأصدقاء طبعا ب21 علبة، أصغر سنة بسيطة بس برضو تعتبر كبيرة. دي أكبر، في حاجة منها في أصغر منها، بس دي أكبر حاجة موجودة. هي أصغر سنة من بلبن، بس هتاخد برضو 3 21 جنيه، فرق 4 جنيه. تيست بقى بلبن هديله، طبعا انتوا عارفين التقييم بتاعنا من 11 كالعادة، عارفين في الحلقات اللي فاتت. فلو مش عارف ارجع الحلقات اللي فاتت وهتعرف التقييم كنا بنعمله ازاي. نيجي للتيست. بصراحة الاتنين طعمهم قوي. بلبن هياخد 6 والاصدقاء هياخد 5. كده الاصدقاء 10 وبلبن بالعلامة الكاملة 11 نقطة. بنعلن فوز بلبن على الاصدقاء. والاتنين بصراحة جامدين. يعني ايه، هو بلبن فاز بدرجة واحدة، بس الاتنين جامدين وهي أذواق. وانا شايف بلبن مسكر اكتر سنة، بس الاتنين جامدين، يعني تنافس قوي جدا. ندخل في المواجهة اللي بعدها. المواجهة اللي بعدها مكة ضد الزراعة. مكة والزراعة طبعا عصير مكة ده براند اسكندراني متخصص في العصاير والحاجات دي. دخل بقى يعمل